والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. ليشهد الشعب الكويتي أن هذا استجواب عبارة عن فار ولدت أحد البعارين اللي استشهد فيها الأخ محمود. استجواب استعراضي من الطراز الأول. ليش؟ لأن ما ورد من ضمن محاور الاستجواب اللي طرحوها الأخوة الزملاء النواب المستجوبين، قلتها أنا في الجلسة، تنفع لأن تكون سيناريو جدتي حبابة. رد الوزير رد تاريخي. أنا شخصيا ما عصرت الوزير طول السنوات الماضية، الإخوان المستجوبين هم من عاصره وهم شهدوا له وبنظافة كفه ويده، وشهدوا للرجل شهادة حقيقة تاريخية. ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية المستقيل أبلى بلاء حسنا خلال 3 ساعات، وطرح بقمة الرقي ردود أتمنى على الشعب الكويتي أن يرجع إلى مضبطة مجلس الأمة، إلى الجلسة هذه وإلى التسجيلات، وشوفوا وقارنوا اختيار الألفاظ والسرد التاريخي المسؤول اللي ينسجم والدستور واللائحة، وشوفوا الخروج عن اللائحة، وخاصة في المواد 88 و134 عندما أسيء بكثير من العبارات اللي ممنوعة وفقا للائحة من قبل الإخوان الأفاضل المستجوبين. الشعب الكويتي اليوم شاهد بأن من سيحكم على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية المستقيل نواب الشعب لم يكونوا في القاعة، وحتى الأخوة المستجوبين تركوا المنصة، والقاعة كانت شبه فاضية إلا من رحم ربي والسادة الوزراء. كيف يمكن أن يكون الأخوة النواب وهم ما يستمعون لطرفي الاستجواب، الطرف المستجوب والطرف المستجوب، ومن ثم يصدرون أحكامهم؟ للأسف هذا لم يكن، وكان الأمر في غاية الوضوح. اليوم احنا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الديمقراطية اللي حبالنا إياها، وعلى وجود هذه القاعة حتى نراقب ونحاسب، ولكن أيضا أفرطنا اليوم في محاسبة وزير عن أعمال 30 سنة و25 سنة، 3 أشهر عمره في هذه الوزارة. وإحنا والإخوان النواب اللي استجوبوا كانوا قد أقسموا على أنهم يكونون مخلصين للوطن وللأمير، وأن يحترمون الدستور وقوانين الدولة ويذودوا عن حريات الشعب ومصالحه، وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق. لكن اللي تم اليوم 3 أشهر ما شفنا تدرج مع وزير. أول أمس عطيناه الثقة بعد أن نال ثقة سمو الأمير الله يحفظه. احنا هني في المجلس عاهدنا سمو الأمير وأقسمنا لسمو الأمير أن نكون مخلصين له وللوطن، وأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن نحترم الدستور. لكن فعليا اليوم ما تم هو إخلال بهذا القسم، حيث أن حاسبنا وزير عن أعمال اللي أشير لها اليوم صار لها 30 سنة و25 سنة، والإخوان المستجوبين كانوا في المجالس السابقة. ليش ما حاسبتوا عليها؟ اليوم لما تيون تتكلمون على الواجهة البحرية والمشروعات السياحية، قد تكون هناك مواطن خلل إصلاحها يتم بالتدرج. إذا احنا نبي تنمية، نبي هدوء بعد العاصفة اللي كانت قبل أن يتشكل هذا المجلس بهذه الأغلبية، اللي حمدنا الله سبحانه وتعالى أن هذه دكتاتورية الأغلبية اللي حكمت سلفا على الوزير وأعدت ورقة طرح الثقة، لكن الوزير ضربهم درزا صفر واستقال ولم يترك. ولكن لذر الرماد بالعين الأخوة المستجوبين، لأنهم وعدوا الشارع والاستجواب استعراضي،
راحوا قدموا ورقة، خلاص الوزير نزل من المنصة وأعلن استقالته وسلم وقال بروني الذمة. ما قيمة أنكم تقدمون ورقة تطالبون فيها بطرح الثقة؟ لا، أنا أعتقد هذه فقط لاستكمال الجانب الاستعراضي. احنا أخطأنا بحق أحد أبناء الكويت البررة اللي شهدوا له الأخوة المستجوبين اليوم بنظافة اليد، وأسئنا شوي لكثيرين من أبناء الكويت اللي حقيقة يعني اللي يتذكر الكويت يوم ما كانت رمل وبحر، وهذا الساحل الوعر كنا نتمنى أن يقيم أحد هالمشاريع اللي اليوم قاعدين نشوفها. وهكذا الشاليهات كانوا الناس على درب الدباية يروحون يوصلون لهناك، نتمنى أن يحفظ أحد حدودنا ويحط له أي أثر. اليوم نجي نحاسب الوزير على أنك وقعت عقود، نظمت أملاك الدولة. أنا أعتقد كثر ألف خير كل من بنى وساهم بإخلاص وشرف، والله لا يبارك ولا يوفق كل من نهب وكل من سرق، حتى بأسواق الري اللي سرق واللي ما حاسبوه الإخوان، واللي عقب الدائر السابع نهب وسرق واللي ما حاسبوه الإخوان. أسأل الله أن يجعل السم الهاري بقلوبهم وشبودهم. هذه دعوة أهل الكويت، أنا من هني نيابة عنهم. لكن للأسف الإخوان استوطوا حيطة الوزير، ولأن الوزير ما هو من كتلة الأغلبية ولا هو متسمي من الأغلبية، وبالتالي هذا المصير صار راح يشوفه خلال أيام، راح تشوفون خلال الأيام القادمة غيره من الوزراء، لأن خلاص الأغلبية أخذت قرارها بأن لا تلتزم بما عاهدت الله وعاهدت سمو الأمير والشعب الكويتي بأنهم سيتجهون إلى التنمية في هذا المجلس. فاليوم حمى الاستجوابات سنجدها تباعا، وراح تشوفون من هو الضحية القادمة. احنا نقول للأخ مصطفى الشمالي مشكور السعي وأديت الأمانة، والله يوفقك في حياتك أينما تكون، لأن لم يثبت أحد اليوم في هذا الاستجواب بأنك استوليت أو استنفعت من المال العام. كل ما ذكر هو شهادات وأوسمة تعلق على صدرك، وأنت اليوم تستقيل من هذه الوزارة. فهنيئا لك هذه الثقة اليوم اللي نلتها حتى من خصومك وإخوانك المستجوبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت ويحفظ أهلها. الأخ محمد جويهل أحد النواب المستقلين، وأنا كذلك نائب مستقل ولا أنتمي لأي كتلة، وبالتالي تقدر تسألني أنا شخصيا، أنا لن أقدم استقالتي لسبب كهذا. فأنا وجدت حتى أكون أحد الفدائيين عن الشعب الكويتي تحت قبة عبد الله السالم، مدافعا عن ما أقسمت عليه من إخلاص للوطن وللأمير، ومن احترام للدستور والقوانين، والذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. فلن أستقيل. ويمكن أن تسأل كل أحد من الأخوة الأفاضل النواب المستقلين على انفراد، وإن كان الأخ محمد جويهل حقيقة قد قدم استقالته، فأناشده باسم الشعب الكويتي والأمة اللي انتخبته أن يعود عن هذه الاستقالة ويكون زميلا وأخا لنا، لأن ما نبي أي انتخابات تكميلية بأي دائرة. الدنيا صيف يا أخوي محمد جويهل يا أبو دعي، وخليك منورنا إن شاء الله في الجلسة القادمة نشوفك ويانا بقاعة عبد الله السالم. يا وطن انت ايش كثر لنا وطن